الرحيم. تغمد الله شهداءنا بواسع رحمته وعظيم مغفرته الذين سطروا بدمائهم الزكية شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل المصريين، وكل الشكر والتقدير والرعاية والإجلال لمصابي الثورة الذين خاطروا بأنفسهم من أجل إعزاز وكرامة مصر، إنهم عند مليك مقتدر رحمه الله. والآن سيتلى أمام حضراتكم قرار السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد، وسنوالي بإرادة الله كيف تجرى إجراء عملية الانتخاب. قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 من سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، قرر: المادة الأولى: الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين مدعوون بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، مدعوون للاجتماع في مقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشعب. المادة الثانية: تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه على 3 مراحل، وذلك على النحو التالي: المرحلة الأولى في محافظات القاهرة، الفيوم، بورسعيد، دمياط، الأسكندرية، كفر الشيخ، أسيوط، الأقصر، البحر الأحمر، وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها يوم الاثنين الموافق 28 من نوفمبر 2011. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 5 من ديسمبر 2011. المرحلة الثانية في محافظات الجيزة، بني سويف، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، سوهاج، أسوان، وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها يوم الأربعاء الموافق 14 من ديسمبر 2011. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر 2011. المرحلة الثالثة في محافظات المنيا، القليوبية، الغربية، الدقهلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، قنا، الوادي الجديد، وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 3 من يناير 2012. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 10 من يناير 2012. المادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار. المادة الأخيرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والآن أيها الأعضاء الكرام، تتلى قرارات السيد المستشار رئيس اللجنة العليا
السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 300 لسنة 2011. المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 300 لسنة 2011. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 قرر المادة الأولى: مجلس الشعب الجديد مدعو للانعقاد في الساعة 11 من صباح يوم الاثنين الموافق 23 من يناير 2012. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يخالف أحكامه. المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والآن ننتقل إلى قرارات السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة أرقام 50 62 78 84 لسنة 2011، والقرارات أرقام 8 و17 و18 و23 و24 لسنة 2012 بشأن إعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الشعب. وحضراتكم طبعا موجودين بناء على هذا القرار الحكيم. قرار رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم 50 لسنة 2011. المادة الأولى: يعلن انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق أعضاء بمجلس الشعب 2011-2012 فردي عن الجولة الأولى من المرحلة الأولى. المادة الثانية: يتم الإعلان بين السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالجولة الثانية من المرحلة الأولى المقرر لها يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 من ديسمبر 2011. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. قرار رقم 62 لسنة 2011 بشأن إعلان نتيجة انتخابات عضوية مجلس الشعب لعام 2011-2012 عن الجولة الثانية من المرحلة الأولى التي أجريت يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 من ديسمبر 2011. المادة الأولى: يعلن انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق أعضاء بمجلس الشعب 2011-2012 فردي عن الجولة الثانية من المرحلة الأولى. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. قرار رقم 78 لسنة 2011. المادة الأولى: يعلن انتخاب السيد الموضح اسمه بالكشف المرفق عضواً بمجلس الشعب 2011-2012 فردي عن الجولة الأولى من المرحلة الثانية. المادة الثانية: يتم الإعلان بين السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالجولة الثانية من المرحلة الثانية المقرر لها يومي الأربعاء والخميس 21 و22 من ديسمبر عام 2011. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. قرار رقم 84 لسنة 2011. المادة الأولى:
يعلن انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق أعضاء بمجلس الشعب 2011-2012 فردي عن الجولة الثانية من المرحلة الثانية. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة العليا القضائية للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. قرار رقم 8 لسنة 2012. المادة الأولى: يعلن انتخاب السادة الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق أعضاء بمجلس الشعب 2011-2012 فردي عن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة. المادة الثانية: يتم الإعادة بين السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالجولة الثانية من المرحلة الثالثة المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 من يناير عام 2012. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. قرار رقم 17 لسنة 2012. المادة الأولى: يعلن انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق أعضاء بمجلس الشعب عام 2011-2012 فردي عن الجولة الثانية من المرحلة الثالثة. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. قرار رقم 18 لسنة 2012. المادة الأولى: يعلن انتخاب السادة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق أعضاء بمجلس الشعب عام 2011-2012 فردي. المادة الثانية: يتم الإعادة بين السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة يومي 17 و18 من يناير عام 2012. ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. قرار رقم 23 لسنة 2012. المادة الأولى: يعلن انتخاب السادة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق أعضاء بمجلس الشعب عام 2011-2012. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. قرار رقم 24 لسنة 2012. المادة الأولى: يعلن انتخاب السادة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق أعضاء بمجلس الشعب عام 2011-2012 فردي. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. لو سمحتم يعني الهدوء، وأنا عارف أن دي مسألة أرقام، لكن تعلمون علم اليقين أن شكل الشيء قوام وجوده، ومن الناحية القانونية التزاما بهذا الشكل وهذه القرارات التي سوف يتم تدوينها في مضبطة الجلسة لترون كيف كان رجال القضاء في هذه البلد الطيب الأمين قاموا بواجبهم على خير وجه. فصبرا قليلا على هذه الإجراءات اللازمة والضرورية، لأنكم اليوم تسجلون لتاريخ وعظمة هذه الأمة. الآن قرار السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 25 لسنة 2012 بشأن إعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الشعب نظام القوائم الحزبية المغلقة بكافة مراحلها التي أجريت أيام 28 29 من نوفمبر عام 2011 و14 و15 من ديسمبر سنة 2011 و3 و4 من يناير سنة 2012. قرار رقم 25 لسنة 2012. المادة الأولى: يعلن انتخاب السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة أعضاء بمجلس الشعب 2011-2012 طبقا لنظام القوائم الحزبية. المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عبد المعز أحمد إبراهيم. والآن ننتقل إلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونحييه الآن تحية كبيرة على مجهوداته إبان وعقب الثورة المباركة. القرار رقم ودل عن المبشرين العشرة المبشرين بدخول هذا المجلس العظيم. قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 43 لسنة 2012 بتعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب طبقا لنص المادة 56 من الإعلان الدستوري. المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر قرار رقم 43 لسنة 2012. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 وعلى قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 قرر المادة الأولى: عين عضوا بمجلس الشعب كل من السادة السيد طارق مكرم شاكر، السيد عبد الله محمد المغازي، السيد ياسر صلاح عبد المجيد عبد العزيز، السيد عبد الله أسليم جهامة، السيدة سوزي عدلي ناشد، السيدة مريان ملاك كمال، السيد حنا جرجس جريس، السيد جورج ناجي مسيحة، السيد شريف محمد عبد الحميد زهران، السيد عمر صابر عبد الجليل. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والآن سوف يأتي دوركم بمناسبة ما جاء في نص المادة 42 من الإعلان الدستوري والمادة 257 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، ويبدأ بأداء هذا اليمين، يعني اسمحوا لي أبدأ به والعضوين الكريمين معا، ثم يأتي دوركم بالترتيب الذي تقول معه.